السلام عليكم، بسم الله على بركة الله. اليوم نحضر معاكم معسلة رمضان من عجينة وحدة نخرجو ثلاثة الأشكال. نتمنى ينال الإعجاب ديالكم، واللي شاف القناة ديالي مينساش يتابونا عندي ولا لايك والبارطاج مع الأصدقاء. وهذا هو الشكل ديالها، راك تجي رائعة واحد المذاق. نتمنى تنال الإعجاب ديالكم وبالصحة والراحة. واللي شاف القناة ديالي مينساش يتابونا عندي ولا لايك والبارطاج مع الأصدقاء. على بركة الله ندوزو للمقادير. عندنا 500 غرام تاع الدقيق الأبيض، عندنا 100 غرام تاع الزنجلان أي السمسم، عندنا المسكة الحرة، عندنا ملعقة تاع القرفة، عندنا اللوز مطحون، عندنا ملعقة تاع اليانسون أو النافع، وعندنا شوية الكوزة، ملعقة تاع الخميرة، ملح على حسب الذوق، وعندنا 3 معالق تاع الزيت النباتية، وعندنا كاس تاع مزهر كنديرو فيه بيضة، نديرو فيه ضماد الزعفران أو الزعفران شعرة أو ملون أصفر على حسب المتوفر لك. كناخدو الخليط كنديرو البيض، نضيفو المكونات كاملة اللي قلت من قبل، كنضيفو الزبدة كنخليوها تذوب على 2 معالق تاع الزبدة حتى كتولي المغازات. دابا غنضيف 3 المعالق تاع الزيت النباتية بهاد الطريقة. كنعبرو بالملعقة، دابا كنحاولو نحركو مزيان. كاس تاع الماء وكاس تاع المزهر. دابا غنضيفو ملعقة تاع الخل الأبيض صافي، وغنبدا نعجن فيهم بالأصابع ديالي بهاد الشكل حتى كنجمع الخليط. كنبقى نضيف في المزهر حتى كيتجمع ليا الخليط بهاد الشكل كيف كتبان لكم في الصورة. بهاد الطريقة تقريبا خدات ليا كاس الا ربع تاع مزهر. في الاول درت كاس الماء، كاس الماء كنخلطو ما بين المزهر والماء، كنديرو فيه الزعفران شعرة او الخرقوم او ملون اصفر صافي، وكنقسمهم على 4 الكويرات وكنلويهم بحال هكا، وغنضيفهم نديرهم في بلاستيك، ومن بعد نخليهم يرتاحوا واحد 10 دقائق ونكمل معاكم. بعد ما خليتهم ارتاحوا، هي العجينة ديالنا كنخليوها نقاس حمى رطبة بهاد الطريقة. قد ما ارتاحت كتساعدك في التبسط او في الدليك. راه كتجي ساهلة وبسيطة الا تبعتي معايا المقادير او الطريقة. كنبقى بحال هكا كيف كتبان لكم في الصورة، مرة كندير في الطول مرة في العرض على هاد الشكل. كنبقى على هاد الطريقة. مبغيتش ندرب الفيديو باش تبان لكم الصورة واضحة الطريقة. هو الشكل ديالها راك تخدميها ما كتلصق ما والو، كتبقاي بحال هكا بهذا الشكل. كنحاول نرقوها واحد شويه حيت مازال كتنفخ في القلي. قد ما بسطتيها قد ما مزيان. كناخد القطعه دائريه
كنحاول نقطعهم على هاد الشكل، وكتاخدي القطعة على حسب الحجم اللي بغيتي صغير بغيتي كبير. بهاد الشكل صافي، وكناخدو بحال هكا، كنحاولو نديرو دوك او الدائرة على حسب دوك التشنيفات كيجيو من الفوق. غندير معكم وحدة باش تكون الصورة واضحة بهاد الطريقة. كنحاول نقرصهم بهاد الشكل، نتمنى الفكرة تكون واضحة. نفس العملية هيا بهاد الطريقة، ضروري كنقرصهم مزيان وكنضغطو عليهم. دابا غناخد معكم الشكل الثاني، هذا غيجي على شكل بليغة، نقطعهم مزيان بهاد الطريقة. شوف، كناخد الاصبع ديالي كنخليه من التحت وكنحاول نضغط عليهم مزيان بهذا الشكل. هذا هو الشكل الثاني على شكل بليغة. ديما بحال هكا كيف كتبان لكم في الصورة، ضروري كتضغط مزيان باش ما يتحلوش لك في القالب. نتمنى الفكرة تكون واضحة. هذا هو الشكل الثالث، كنديرو بحال هكا. نتمنى الفكرة تكون واضحة. من عجينة وحدة خرجت لي 3 الاشكال. ندير معكم واحد اخر باش تكون الفكرة واضحة مزيان، او الطريقة بسيطة. هذا هو الشكل ديالهم بعد ما كملتهم. دابا نخليهم حتى ينشفوا. تقدري تخليهم ليلة كاملة. المهم انا كنت دابا درت 3 ساعات، راه ينشفوا دابا مع الحال بارد. صافي تخليهم في واحد المكان مهوي بهذا الشكل. صافي دابا غندير الزيت يسخن ونبدا نقلي فيهم. بعد ما كيسخن الزيت كنقصوا العافية باش ما يتحرقوش لينا ويطيبوا مزيان. هذا هو العسل، غنخلي لكم في صندوق الوصف الرابط ديالو، راه كيجي رائع. غادي نفك لجميع المعسلات. صافي كنبدا نقلي بهذا الشكل بهذه الطريقة. المهم العافية ملي يسخن الزيت كنقصوا الغاز او البوطة باش ما يتحركش لينا، باش ما يتحركوش لينا ويطيب يبقاو خضرين من الداخل. نحاول نحطهم باعدين، هما اصلا ما كيتلاصقوش. صافي كنبقى بحال هكا غير من الفوق باش يتحمروا. صافي كنحطو بهذا الشكل، كنبقى نقلب فيهم. بقات لي واحد 5 دقائق وغنهزهم. المهم العافية تكون مهيلة، تكون جميع التفاصيل باش ينجحوا معاكم. صافي كنحاولوا نهزهم بهذا الصفاي بهذه الطريقة. كنعاود نقلبهم بهذا الشكل كيف كتبان لكم في الصورة. صافي غنصفيهم مزيان، كنطفيهم في العسل بهذه الطريقة كيف كتبان لكم. واخا يبانو لكم صفرين، راه بحال كنحاول نطفيهم في العسل مزيان باش ينجحوا معانا.
ديما فما كنبغيو نصفيوهم، كنحاولو نرفع يدينا بحال هكا ونجيب واحد الشبكة وغنحطهم فيهم، كنخليهم حتى كطيب لينا او كتقل لينا القليه الثانيه بهذا الشكل. نبقاو على هاد العمليه حتى غنكملوا الكميه اللي عندنا. بعد ما كملتهم كنخليهم حتى يبردوا. دابا غندوزو للتزيين. هذه فكره، كناخذوا اللوز مقلي وكنحاول نحطو على هذا الشكل بهذه الطريقه. نبقى على هذه الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي. راه كيجيو رائعين، واحد الريحه كتجي فيهم، وبالصحه والراحه. التزيين كيبقى على حسب الرغبه ديال كل واحد بهذا الشكل. هذا هو الشكل الاول. دابا الشكل الثاني كنحاولوا نديروا ليه اللوزه بحال هكا. شوف كيفاش كيجي. راه كيجيو رائعين وكيشربوا العسل. بغيتي تخليهم بلا ما تزينهم باللوز، هذه فكره. والشكل الثالث درت ليه رقائق اللوز بحال هكا. وهذا واش الطبق ديالنا، ونتمنى لكم التوفيق الله يدخل عليكم هاد رمضان بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتو. وهذا هو الشكل ديالها، راه كتجي معسله كيف كتبان لكم في الصوره. وكالعاده